السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. فيديو النهاردة بقى مش هتنسى حلاوته. طريقة عمايل المش بحتة مرتي، لكن معايا لآخر الفيديو هتستفادي. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول. شوف هنعمل ايه. ده كيلو سمنة يا حبايبي بقري، زبدة بقري من جاموسي، لونها أصفر وحلو وجميلة، ربنا يبارك لأصحابه. قدحناهم على النار حيل، وحطيت معلقتين شاي صغيرين ملح. طبعا سيبناها بردت وصفنا البرطمان بتاعنا حلو، ملاناه حلو كده سمنة ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ريحتها قلبة المنطقة. وهناخد المرتة بتاعتها نعمل منها أحلى شوية مش. هتعملي لك كيلو مش. هتبدأي لو ما عندكش خالص هتبدأي كده، وكل ما هتسيحي سمنة وحيبقى عندك حتة مرتة هتزودي مشك، لا هتلفي ولا تحتاري على مش ولا جبنة جريش من عند حد. تعملي أحلى جبنة وأحلى مش عندك بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هتجيبي السمنة بس تسيحيها، أو لو مش حابة تجيبي سمنة تسيحيها في بيتك اشتري كيلو مرتة أو نص كيلو، هتعملي منه مش. الجماعة اللي عندهم خير وكده يعني ربنا يبارك لأصحابه. طبعا يا حبيبي انا صفيت السمنه ما بردت، وسبت شويه مع المرته كده، وحطينا معلقتين ملح كبار ان عشان مشك ما يبقاش عادي. وهتبدا حمري في المرته دي، سخني فيها تحمر، تاخد لون، تغمقيه شويه، لون الكافيه الغامق كده. ايدك بس في المرته على طول، عشان ما تلزقش منك وتتحرق من حتت وحتت. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، تنك بالمعلقه قلبي. محرمش منكم يا احلى اخوات واحلى عيله، يجبر خاطركم جبرا يتعجب به اهل السماوات والارض. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. زي ما انت شايفه يا حبيبتي كده، ايدك فيها ما تسيبهاش، لان لو الحروف سيت عنها بس احمرت شويه، طول ما انت بتقلبي فيها هتاخدي منها طريقه ناجحه، لون حلو وما فيهاش حته بيضه حته محروقه، هتاخد لون واحد كله، وهتعملي احلى مش. هتلفي السنة وتيجي عليك هتلاقي عندك زلعة مشي، مش برطمان. وما تدوريش على مشي عند حد ولا تسألي، في بيتك هتعملي كل حاجة. عندك خير ما عندكش هتعملي. ربنا يحسن ما بين ايديكم وعينيكم يا حبايبي يا رب، وتعملوا الأحسن. ايدك في الحل على طول كده يا حبايبي، شايفة زي ما انت شايفة، تاخد اللون الغامق. كل ما هتغمجيها هتديكي نتيجة للمشي أفضل، ما يبقاش لونه أبيض، وهيبقى ما شاء الله عليه. شايفين اللون؟ ولسه هتاخد لون كمان شوية. شايفين يا حبيبي؟ ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا بقى هي أي سمنة عندك، بقري جاموسي موجود، المهم زبدة، سمنة زبدة تكون فلاحة حلو ومضمونة، إن لو مش مضمونة مش هتعمل معاكي ولا حتة مرتي. شايفين لونها الحلو ده؟ هتجيبي معاكي كوبايتين لبن مغليين بقري، لبن بقري سيبناه لان البقري خفيف عن الجمسي. حتى انك تقلبي فيها حلو كده حبايبي، وطبعا لونها افتح. هتجيبي شوية شطة حراقة وتكون ناعمة، ونحرقة وناعمة ناشفة عند اي عطار، قوله شطة للمشي حراقة وناعمة. حتى انك تقلبي فيها كده تبقى احلى، تاخد احلى لون معاكي. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. بطريقة بسيطة يا حبايبي، وهنعمله أحلى مشي في البيت، ومش هتنسى حلاوته. لو عندك جبنة حطي فيها على طول على طول، ما تضيعيش وقت. مش هيكمل شهر وهتلاقيه عتق عندك وما شاء الله. مش
شايفين يا حبيبي؟ هو هيغلي شوية معانا، ان اللبن كنت انا غليته وبريت. حسب بقى ما انت عاوزة. لو زودت عن السمنة كمية كبيرة، عندك 2 كيلو 3 كيلو سيحتيهم، هتاخدي المرتة بتاعتهم هتبقى كمية كبيرة، هتزودي اللبن. لو 3 كيلو سمنة هتعملي كيلو ونص لبن عليهم، على المرتة بتاعتهم. وتزودي الملح 3 معالق كبار حلوين. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، خد لون ما شاء الله. ده مش ولا مش واحلى لون للجبن. طبعا هنسيبه يبرد. هتحطيه في برطمان عندك، في على ما تزودي عليه. لو عندك مشي بقى هتزودي على مشك، وكل ما هيغيب عندك هياخد لون الغامق وهيدور معاك وهيبقى حلو. ما حطينالوش اي حاجه ازيد من كده. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، ما شاء الله على لونه. هنسيبه يبرد بقى. عندك مش هتزوديه على مشك، ما عندكيش هتحطيه في برطمان على ما تعملي سمنه تاني او تزوديه تاني، وتحطي فيه جبنتك على كده على قدك. في علبه تلاجة في المطبخ ريح. تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناه. يا احلى واغلى اخوات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.